احنا الآن في دائرة أعظم من هذه الدائرة. أنا أتكلم معك في مسألة لا يختلف فيها اثنان ولا يتناطح فيها عنزان، وهي قضية أن تظهر المرأة في مسلسلاتكم كاشفة لشعرها واضعة المكياج على وجهها، ما قال بها من أحد من أهل العلم. لا طبعا، لا شك أن هذا خطأ. طيب أستاذ عبد الرحمن، لكنك ما رأيك في حلق اللحية؟ الحمد لله. ما رأيك في لا حلق لا اللحية؟ لا تدخل لا مجرد سؤال. لا علاقة، لا تدخل لا علاقة. لم تقل لي لماذا تخرج في مسلسل فيه رجال يحلقون لحاهم. تركيز على الحريم. لاحظ أي شيء فيه مرأة يركزون عليه. استاذ عبد من الرحمن، يركزون عليه؟ انت حتدخلني معك جزاكم الله الحين خير. انت وأنا قلت حلق اللحيه. يعني مثلا حلق أنت تقولون يعني هل ترضى أختك ولا أمك ولا زوجك تظهر في الإعلام وكاشفة لشعرها ووجهها مكياج تمثل معي ولا تمثل مع أحد الشباب؟ لا. خلاص ساكت. هل ترضى تشتغل قصاب؟ أنا؟ إيه. اي ما عندي مانع. انت ما عندك. لا والله عندك، والله ما تزوجك، والله لو جاك ما تزوجك. طيب لا يعني ان كل شيء ما ارضاه حرام، ولا يعني كل لا شيء لا أرضاه عفوا، حرام. قصاب ايش فيها؟ يا سيدي، قصاب يا شيخ تحرمه يا اخي. لا انا ردا على كان نجار اذا كنت ارضى لا يعني انه حلال ولا حرام. ممتاز، يدل على غيرتك يا اخي. انا يا اخي وشهامتك. الغيره والشهامه ليس لها علاقه بالدين. يعني انت ترى جواز الاختلاط؟ الغيره ترى جواز الاختلاط؟ انت ترى تحريم؟ في انت العالم، انت العالم مو انا. الآن ترى الآن من مخالفات الدراما الموجودة الآن اللي تذكر الآن، من مخالفاتها وجود المرأة مع الرجال.